العيال اتجننت اول ما شافتني بقطع المارشميلو القوالب دي. قالوا لي ايه ده؟ بابا جاب لنا مارشميلو قوالب بالجمله عشان هو غالي يا ماما، جاب لنا بالجمله. اه طبعا، ما هم كانوا معايا وانا بسأل عليه، لقيت الكيلو منه ب 240 جنيه، وايه وناشف ومحطب، وعايزه اقول لك ملوش اي لازمه ومجلد والله العظيم، وب 240 جنيه. تعالى اقول لك انا عملت 2 كيلو من المارشميلو التحفه ده، الاشكال الجميله دي بقى، ما هنفتكاسات، مش هعمل زي اي حد، مش لونين ثلاثه وسلام. لا، مش اي حد يعمل مارشميلو، انا عامله اشكال جميله بصراحه. الشكل لوحده تحفه، والنتيجه طلعت جميله جدا جدا. يلا بينا بكوبايتين سكر تومين، وكمان هتعملي 2 كيلو، 2 كيلو سكر تومين. 2 كيلو ايه، 2 كيلو كوبايتين سكر تومين هتعملي 2 كيلو مارشميلو. اه يا اختي، هعمل 2 كيلو مارشميلو بكوبايتين سكر تومين. هاتي سكر تومين وتعالي معايا. عايزه اقولك بسكر التومين بس، ومكون زياده مش كتير ولا حاجه. هنا كل اللي انا عملته كوبايتين سكر وكوبايه ميه، وحطيتهم على النار. وبعد كده كوبايتين سكر وكوبايه ميه، وحطيت عليهم ربع كوبايه من عسل الكلوكوز زي ما انت شايفه كده، وادوبهم شويه، وبعد كده احطهم على النار لغايه كده ما يبقى زي العسل كده، تقيل سيكه يعني. اول ما يغلي سيبيه 5 دقايق كده على النار، وبعد كده اول ما تحسي ان هو تقيل سيكه سيكه، مش تقيل لا، 5 دقايق بعد ما يغلي عدي 5 دقايق واقفلي عليه من 4 ل5 دقايق بس. سيبيه بقى كده انت بقى وانت بتعملي وهو على النار. بنجيب هنا انا حطيت 3 معالق من الجيلاتين، تمام، ونص كوبايه من الميه، ربع كوبايه من الميه. حطيت عليه ربع كوبايه من الميه ودوبته وسبته بقى ايه يعني يسيح كده لغايه ما الشربات داب على النار، لغايه ما الشربات تقل سيكه يعني. بعد كده جبت شربات وهو سخن، ما تستنيش عليه وهو سخن، ونزلي عليه الجيلاتين، وبعد كده اضربي فيه يا اختي، ما تستنيش عليه خالص. تمام تمام. وبعد كده حطي بقى يا ستي كل ميه ورد، فانيليا، اي طعم تحبيه حطيه. تمام. موز، ريحه موز، ريحه برتقال، براحتك. بعد كده اضربي بقى لغايه ما يدي القوام اللي انت تعملي بين ايديكي كده، يمط 5 6 7 مرات كده، يمط بين ايديكي جامد، يبقى كده احنا تمام. هنا بقى حطيت في القوالب، طبعا بتبقى مجهزه القوالب وحاطه فيها كيس، والكيس ده بتبقى مسحاه بسنه زيت بسيطه جدا. وبعد كده حطي بقى فيهم الجزء الابيض وحطوهم في التلاجة عقبال ما نعمل الخطوه التانية. الخطوه التانية ان انا عملت نفس المقدار، تمام. عايزه تضعفيه مفيش مشكله. هنا يا جماعه انا كنت عامله 4 كوبايات من السكر، وعليهم كوبايتين من الميه، كنت مضاعفه المقدار مرتين. تمام تمام. ضربنا بقى زي ما انت شفتي كده، وبعد كده قسمت الخليط على 4 الوان. هنا بقى البنات اللي كانت عماله تحط الالوان اصفر احمر اخضر، هنا بقى اللون الكشمير ده التقيل ده معرفش جه ازاي، قعدوا يحطوا اصفر على احمر على اخضر، مش عارفه طلع ازاي. بعد كده طلعي بقى اول ما بتخلصي خلاص الخليط، بتطلعي بقى من التلاجة وتحطي عليه. هنا بقى انا قعدت ايه افتكس مع نفسي كده، اللون فوق التاني، حطيت اشكال كده خزعبليه خزعبليه بالاشكال الخزعبليه اللي انا عاملاها دي. وبعد كده حطي بقى ايه، نوعي بقى شكل فوق التاني. انا البنات ما شاء الله كانوا موجودين معايا بقى، هم اللي قاعدين حطي هم ده على ده على ده كده، هما اللي عملوا الالوان دي بيني وبينكم. طبعا عايزين اللون الفاقع، هما اللي حاطين الالوان، والله قالوا لي لا حلو كده يا ماما، اللون ده كده كويس. هما اللي عاملين الالوان بصراحه، هما اللي ايديهم دي اللي كانت حاطه الالوان. هنا بقى اللون الاصفر الجميل ده، اللي انا اللون ده بحبه بصراحه، اللون الاصفر. هنا بقى شكلي بقى الالوان، عايزه اقول لك طلع الشكل التحفه اللي انت هتشوفيه دلوقتي. هنا بقى سبته لتاني يوم بيني وبينك، تقدري تعمليه الصبح وتقطعيه بالليل، بس انا بصراحه ايه عملته وقطعته تاني يوم، كنت عاملاه بالليل وتاني يوم كده في العصر كده قطعته. هنا بقى الخطوه دي يا بنات، تجيبوا نشا ومعلقه سكر، عايزه نشا بس مفيش مشكله، سكر بودر طبعا. هنا انا عملته بالنشا، والاحسن نشا بس. تمام تمام، لان هو بيبقى مسكر، لو انت عايزاه مسكر بزياده حطي معلقه سكر بودر بس، لا النشا احلى، النشا الساده بس احلى. هنا بقى بغلف، طبعا طلعتهم كلهم كده وبغلفهم بالنشا. والفقره بقى اللي البنات ما سابونيش في حالي خالص، وفضلوا قاعدين جنبي وما سابونيش، وقعدوا بقى يتفرجوا عليا كده في ايه، في المارشميلو التحفه، الالوان الجميله دي. بصي يعني اللون تحفه لوحده، والله العظيم جميل جدا يعني. بصي ما شاء الله، هتحسي ورد كده، ما تفهميش عامل ازاي، بس شكله تحفه. عايزه اقول لك الطعم جميل جدا.
وما شاء الله دوقوا اصحابهم وعجبهم جدا جدا، ودوقوا عيال عمهم وعجبهم قوي قوي، قالوا احلى من اللي في من الجاهز مليون مره والله. هم نفسهم، انا بيني وبينكم انا ما دقتهوش يعني، انا ما اعرفش المارشميلو ده مش على زماننا وزمن الثمانينات والكلام ده والتسعينات، مش زماننا خالص، لكن هم طبعا عارفينه واكلينه. قلت لها، قالت لي حلو يا ملك بالذمه، حلو زي اللي بره؟ قالت لي والله يا ماما احلى من اللي بره. عايزه اقول لك رايحين جايين عليه، عايزه اقول لك ان ابوهم نفسه عجبهم وعمال ياكل فيه بيقول لي حلو قوي البتاع اللي انت عاملاه ده. هو اسمه ايه؟ قلت له ده اسمه مارشميلو. قال لي لا مش على ايامنا الحاجات دي، بس حلو قوي، وقعد ياكل فيه والله. ولغايه دلوقتي كل شويه فاتحين التلاجة عمالين رايحين جايين عليه. عايزه اقول لك فظيع فظيع فظيع. هنا بقى عملت، قعدت تقول لي يا ماما اعملي زي البطيخ، قعدت اعمله زي شرايح البطيخ كده، مثلثات كده اكنها يعني ايه، اسمها ايه، شريحة بطيخ يعني. بص بقى الشكل، بص الشكل يا بنات. انا هنا والله العظيم ممكن كنت قللت لكم الفيديو، بس انا صعبان عليا الاشكال الجميله دي ما تشوفوهاش والله العظيم. الاشكال الجميله دي، بصي بصي بيمط ازاي. بنتي بتقولي بينط، اسمها بيمط ما اسمهاش بينط. بص بقى ما شاء الله بيمط مطه جميله جدا، وطعمه حلو قوي. وعايزه اقول لكم ان في اللي بتعمليه في البيت احلى من اللي من بره، وكمان انضف وكمان صحي اكتر. طبعا اللي بره ده بيحطوا الوان صناعيه والكلام ده كله، لكن انت انا نسيت اقولك الالوان دي الوان صحيه، الوان اللي هي الجل اللي هي بتتجاب من مستحضرات الحلويات. طبعا بتحطي بقى نقط كده على حسب درجه اللون اللي انت تحبيها. كل اللي احنا استخدمناه يا بنات، لو انت عايز تعملي مقدار واحد، كوبايتين سكر على كوبايه ميه على ربع كوبايه عسل الجلوكوز وكيس فانيليا، تمام. وبتبدري بعد ما تخلصي بقى بتبدري بالنشا. ده كل اللي احنا استخدمناه، مش اكتر ولا اقل يا بنات. ما شاء الله جميل جدا وتحفه وفظيع. عايزه اقولك دول 2 كيلو والله، 2 كيلو بالظبط، 2 كيلو. احنا ما استخدمناش الا ايه 6 اكواب من السكر، وعسل الجلوكوز يعني يعتبر نص كوبايه، يعني ربع كوبايه في كل مقدار، في كل كوبايتين بتحط ربع كوبايه قصدي. والميه من حنفيه يا بنات، وكيس فانيليا بنص جنيه مش حكايه. بألف هنا وشفا، تحفة، أشكال جميلة. 2 كيلو دول يعني ب 480 جنيه.